انا اضع نفسي في وضع يعني الاخوه الصحراويين اللي هم بالمئات الالاف الموجودين الان في الجنوب الجزائري في تندوف، اللي هم انا اعتبرهم رهائن، رهائن خيار سياسي خاطئ للنظام الجزائري. هؤلاء الناس ما هو مستقبلهم؟ ما هو مستقبلهم؟ يعني هل يمكن فعلا ان نتصور انهم لهم مستقبل في اطار السرديه الجزائريه الحاليه، انه معركه تحرر ضد الاحتلال المغربي، ثم ستكون هناك دوله صحراويه الى اخره؟ من يستطيع ان يفكر بهذه الكيفيه؟ هذا كلام يعني مردود على اصحابه، لن يكون هناك مستقبل. بينما انا من محبتي لهؤلاء الناس اللي هم اهلي واحبابي واصدقائي واعرف منهم الناس مباشرين، انه انتم الان يجب الخروج من هذه السرديه، لانها سرديه كاذبه وسرديه ترتهنكم وسرديه ترتهن مستقبل المغرب. انتم عندكم امكانيه عوض الجري وراء وطن وهمي لن يوجد يوما، لانه هذا سيؤدي الى حرب طاحنه في المنطقه ولن يخرج منها احد سلامه. عندكم امكانيه ان يكون عندكم 3 اوطان، مش وطن واحد، 3 اوطان. الوطن الاول هو يعني الحكم الذاتي داخل الوطن المغربي، الوطن الثاني هو الوطن المغربي اللي يمكنكم انكم تمشوا من طنطان الى طنجه وتتمتعوا، والوطن الثالث هو الاتحاد المغاربي. لانه لما يصير عندنا في اتحاد مغاربي ما معناه انكم انتم الصحراويين عوضا انكم تكونوا موجودين من تحت الحمايه مش عارف ايش او تحت الضغط في منطقه صحراويه في الجزائر، يكون عندكم الحق انكم تستقروا في تونس وتعملوا في ليبيا وتدرسوا في الجزائر وتساهموا في الانتخابات التشريعيه في المغرب والانتخابات البلديه في تونس وفي الجزائر. يعني سيكون لكم وطن مفتوح وسيكون لكم جواز سفر مغاربي اللي سيمكنكم ان تكونوا جزء من امه ب 100 مليون نسمه وتحترمون في كل. فبماذا تساومون؟ يعني ما هو هذا الوهم الذي تبيعهم لكم هذه يعني هذا النظام الجزائري المتهالك الذي كان سببا في وضع الشعب الجزائري. الشعب الجزائري من اغنى الشعوب. اليوم سمعت انه يعني سيذهب الى الفون مونديال. هذا اللي يعني هذا النظام، هذا ما ادى به الى الشعب الجزائري، هذا ما ادى به اليكم، وهذا ما ادى به الى يعني الاتحاد المغاربي المجمد اللي لو كان موجودا لكنا اليوم سوق فيها 100 مليون نسمه، سوق يعني تستطيع فيه الاقتصاد الجزائري ان ينمو، الاقتصاد التونسي ان ينمو الى اخره. حيث بالعكس انا لا اتمنى شيء الا قدر انه يعني نخرج من هذه المفارقه اللي هي حقيقه احدى الجرائم التي يتحمل النظام الجزائري القديم مسؤوليتها. يعني هذا النظام الجزائري اجرم في حق الشعب الجزائري، والدليل على ذلك ثورتكم عليه، في حق الاتحاد المغربي، وفي حق هؤلاء المساكين اللي هم مرتهنين اكثر من 30 40 سنه في الظروف الصعبه التي يعيشون فيها.